السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حاجة تبان ان هي سهلة وثابتة وما فيهاش حاجة اصلا تقعد تفكر فيها، بس هي في الحقيقة تستاهل انك تفكر فيها شويتين، الا وهي الوقت. بص، هو ليه الوقت بتحس ان هو بقى بيجري دلوقتي وبقى بيعدي بسرعة عن زمان وكده؟ هقولك، بس قبل ما اقولك خليني اقولك على حكايه بسيطه كده. زمان قبل ما يخترعوا الساعات والموبايلات والتكنولوجيا يعني وكده، كان الناس عايشين بمبدأ واحد: الصبح شغل والليل راحه. خلاص، الصبح يقعدوا يشتغلوا ويشوفوا اللي وراهم، وبالليل بيناموا خلاص ويستريحوا. ما فيش بقى لا مواعيد ولا افتكاسات ولا اي حاجه، لحد ما طبعا جه الانسان اللي ما بيتهدش راح قال ان احنا لازم نعرف الوقت. يقعد يحط ساعات بقى ومواعيد ويعقد الموضوع. بس برضه ليه بتحس ان الوقت بقى بيجري دلوقتي؟ بص انا هفهمك. هي بتعتمد على كام حاجه كده. يعني مثلا الروتين، كل يوم بيعدي عليك بيكون زي التاني. النهارده هتقوم مثلا هتروح الشغل، هتيجي من الشغل هتاكل تريح شويه وهتنام. مثلا لو مثلا انت بتدرس فانت هتقوم هتروح الجامعه، هتيجي من الجامعه هتقعد تاكل تشرب تنام، هتقوم تروح الجامعه تاني. فانت هتحس ان يومك بيخلص لان روتينك ثابت. فانت هتلاقي ان مخك بدأ الاحداث اللي هي ملهاش لازمه او اللي هي بتتكرر كل يوم بشكل روتيني بيحذفها او يقللها. فانت هتحس ان اليوم بقى بيخلص بسرعه مع ان مفيش حاجه حصلت ولا الوقت قصر ولا اي حاجه. وتاني حاجه السن. انت مثلا دلوقتي لما انت بقيت كبير خلاص، فانت يعتبر في حاجه مفيش حاجه ما عملتهاش. فانت خلاص، زمان لما كنت لسه طفل كنت بتيجي تعمل حاجه جديده، فانت كنت مخك بيكون مركز جامد فيها، فانت بتحس ان الوقت كتير او الوقت طويل معاك جامد. بس خلاص طالما كبرت فانت عملت الحاجه دي قبل كده، فلما بتعملها ما بتحسش بالوقت اصلا، بتلاقي الوقت عدى وانت عادي، انت ما فيش حاجه جديده عليك. وتالت واهم حاجه اللي هي مدمره كل حاجه دلوقتي، التكنولوجيا. التكنولوجيا دي بقى ايه؟ كوم تاني لوحده. طبعا انت تمسك الموبايل تقعد مثلا هخش ابعت مسج مثلا لواحد صاحبي اشوف هناخد ايه بكره، او هشوف اللي كان علينا النهارده. خش تبعت تلاقي نوتيفيكيشن جالك من الفيس يروح سحبك. خش على الفيس تمشي شويه تتفرج شويه على بوستات، خلاص البوستات تلاقي ريلز كده سحبك في النص. خش على الريلز بقى، بس انت كده رحت النهارده. تعيش ان شاء الله بقى بكره كده هتكون طالع من الريلز الحمد لله. فحاول تفصل شويه عن التكنولوجيا لان هي فتاكه للوقت حرفيا. بس لو جينا رجعنا ورا شويه وفكرنا مثلا ان زمان قبل ما يخترعوا بقى التكنولوجيا والساعات والحاجات دي كانوا بيعرفوا الوقت ازاي؟ بص، زمان كان في شويه ناس قاعدين كده مع بعض، فبعدين بقى بيقولوا احنا عايزين نشوف حاجه تعرفنا الساعه كام دلوقتي، احنا مش هنفضل عايشين كده. طبعا قاعدين بقى مش عارفين هيعرفوا الساعه ازاي، فقعدوا يبصوا حواليهم بقى كده: هنعرف الساعه ازاي؟ نعرف الساعه ازاي؟ لحد ما واحد راح باصص فوقه قال: بس احنا نعرف الساعه مش شمس. بديهيا يعني قال: ايوه الشمس في ناس بتعبدها، بتدينا الضوء وبتنور لنا المكان وحراره، ما جاتش يعني على الساعه، خلاص تكمل جميلها وعرفنا الساعه بالمره. فهنعرف الساعه ازاي؟ راحوا عملوا قرص عليه جسم كده عمودي عليه، والشمس تيجي بالضوء بتاعها تعمل ظل وتعرفك الساعه كام. بس المشكله ان الساعه دي ما كانتش دقيقه شويه او شويتين، عشان مثلا لو الجو مغيم شويه، الشمس اختفت مثلا، جو مطر بقى والدنيا مغيمه خالص، او لو مثلا الليل جه، تعرف الساعه كام بقى؟ ولا بالليل بقى نشهب البركه. بس بعدين راحوا قالوا: لا احنا نعمل ساعه مائيه، شويه ميه بينقطوا وهنعرف الساعه من خلالها. بس برضو دي ما كانتش دقيقه، وكان برضو بيكون فيها عيوب كتير. لحد ما في القرن ال14 جم اخترعوا الساعة الميكانيكية. الساعة الميكانيكية دي كانت حاجة كده طفرة في الساعات زمان، وكانت فكرتها بسيطة بس كانت ذكية جدا. يعني شوية تروس على زنبرك على شوية عقارب ويدوك ساعة لا بتشتغل بقى لا بشمس ولا بمية. بس من العيوب الساعة دي ان هي زمان لما عملوا اول ساعة فهي حجمها كان كبير جدا، فانت مش هتعرف تتحرك بيها او اي حاجة. فانت عايز تعرف الساعة كام لازم تروح عندها وتعرف الساعة كام. بس مع الوقت طبعا اتحسنت الساعة الميكانيكية وقللوا حجمها وطلعوا احجام واشكال تانية كتير، وبقى سهل ان انت تجيب ساعة وتخليها في جيبك. واللي هو دلوقتي طبعا اتطورت جامد عن زمان، وبقى في ساعات سمارت دلوقتي، ومش بس بتعرفك الوقت، لا ده النبض والحرارة والكالوريز بتاعتك اللي بتحرقها وليلة كبيرة يعني. بس في وسط التطورات الذكية واللي بتحصل في الساعات دي، في واحد جه سأل سؤال كرييتيف شوية. قال لهم: يا شوية علماء انتوا بقى اللي عمالين تصنعوا في ساعات وتطلعوا في حاجات وحاجات وحاجات وحاجات،
انا ليه عندكم سؤال وعايزكم تجاوبوني عليه. قالوا له قول. قال لهم الوقت اللي انتوا عمالين تلعبوا فيه وتشكلوه وتعملوا الحاجات ده نسبي ولا مش نسبي؟ راح العلماء بكل ثقه طبعا راحوا ضاحكين عليه وقالوا شكله عبيط ده ولا ايه؟ اكيد يا ابني الوقت ده حاجه ثابته فطبيعي مش نسبي، ده مش سؤال يا عم العالم. طبعا خلاص الناس كلها اقتنعت ان الوقت ده ثابت وخلاص ما بيتغيرش يعني باي عامل من العوامل، لحد ما في سنه 1905 ويجي عم العالم اينشتاين يروح مطلع دراسه سماها النسبيه الخاصه. الدراسه دي ساعتها هزت العالم كله وغيرت كل المفاهيم الناس كانت حطاها ساعتها، وراح قايل لهم في الدراسه دي الوقت مش ثابت بس بيعتمد على سرعتك. اينشتاين اكتشف ساعتها ان الوقت بيبطأ كل ما زادت سرعتك، فانت لو راكب حاجه مثلا سريعه جدا سرعتها تقارب سرعه الضوء ساعتها هيبتدي ان الوقت يبطأ بالنسبه لواحد واقف ساكت يعني. وفي عام 1915 يطلع اينشتاين ويبهرنا تاني بنظريه اسمها النسبيه العامه، بس هنا بدأ يقارن الزمن مع الجاذبيه مش مع السرعه، ويقول ايه ان الجاذبيه بس مش بتأثر على الاجسام، لا كمان بتأثر على الزمن. وقال كلما كانت الجاذبيه اقوى كلما مر الزمن ابطأ. دماغ 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 اينشتاين ده دماغ والله. يعني لو كنت مثلا قريب من نجم ضخم او ثقب اسود طبعا الجاذبيه هتكون عاليه جدا فالوقت برضه هيبتدي يبطأ. طبعا العلماء خلاص قالوا ده راجل شكله خرف بقى وعبيط ومش عارف ايه ومحدش صدقه، لحد ما في السبعينات راحوا عملوا تجربه حقيقيه، جابوا ساعات ذريه حطوها في مراكب فضائيه وخلوا الطياره دي تطير بسرعه شديده جدا جدا وساعه على الارض عادي. والمفاجأة لقوا إن الساعة اللي على المركب الوقت فيها ابتدى يبطأ عن الساعة اللي على الأرض. راحوا كرروا التجربة تاني وتالت وكذا مرة برضه لقوها نفس النتيجة، ومن هنا اتثبتت نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. طيب هل ممكن نوقف الوقت؟ بص هي مش مستحيلة 100%، بس قبل ما تفرح وتقعد تخطط بقى في اللي انت هتعمله ايه لما توقف الوقت وكده، اعرف ازاي الأول بتوقف الوقت. بص في علماء قالوا ان عند سرعات معينه زي مثلا سرعه الضوء الزمن فعليا ممكن يقف، بس قبل ما تطلع تجري بقى وتقول تطلع قد ايه سرعه الضوء دي يعني قرر انت خلاص تروح بقى تتحرك بسرعه الضوء. فخليني اقول لك ان اسرع صاروخ في العالم حتى الان اللي هو HTV2 دي اكبر سرعه اتسجلت ليه هي 20 كيلومتر في الساعه، وسرعه الضوء اللي انت عايز توصل لها عشان توقف الوقت 300 ألف كيلومتر في الثانية. الصاروخ كان في الساعة مش 20,000. فأنا شايف إن أنت خلاص قعدت وهتخليك ساكت أحسن، بس بدل ما تقعد تفكر في إن أنت إزاي توصل سرعة الضوء عشان توقف الوقت وتعرف تعيش حياتك، فأنا شايف إن بدل ما أنت تفكر إزاي توقف الوقت وقف نفسك أنت 5 دقايق واقعد نظم وقتك وهتلاقي الوقت معاك بقى كتير عادي جدا وعيش حياتك برضه. وعشان تنظم وقتك فأول حاجة لازم تعرفها إن أنت تحدد أولوياتك. يعني مثلا تقوم كده في اليوم بتاعك تشوف إيه الأولويات اللي أنت عايز تعملها النهاردة، مثلا تشوف الأولويات تسيبها واللي مش أولويات تشيلها على طول ما تديهاش وقت أصلا. حاول تقلل من أي حاجة تشتتك. بص أي حاجة بتشتتك شيلها خالص من يوم. وخلي بالك برضو ان الحاجه اللي بتشتتك دي مش لازم تكون مثلا جهاز او موبايل او حاجه، ممكن يكون مكان كامل بيشتتك، وممكن يكون شخص. لو حسيت ان في شخص بيعطلك عن اي حاجه في حياتك من غير تفكير كده ابعد. اتعلم ان انت تقول لا، اتعلم ان انت تقول لا، ما تتكسفش او ما تكونش عايز مثلا تكسر بخاطره عشان تيجي على نفسك انت في الاخر. فلا لا، وفي الاخر خليك مرن. يعني هي طبيعي الحياة مش هتمشي معاك على طول كده. طبيعي تلاقي ان انت وانت بتدرس او انت ماشي في حاجة هتلاقي نفسك بتقع كتير وفي اخطاء هتحصل منك كتير وحاجات هتكون انت مش عامل لها حساب ولا مخطط لها هتحصل. فلما تقع او لما تحس ان الدنيا ضاقت عليك شوية ما تقولش ان خلاص الدنيا باظت ومفيش حاجة قادر تعملها تاني كده وخلاص انت حاولت وفشلت ومش هتعرف تحاول تاني. لا، اهدى كده وخد نفس وريح شوية، افصل دماغك وابدأ تاني. مفيش حاجة هتيجي من مرة واحدة خالص ومفيش حاجة مش بتيجي، فانت شوية بشوية هتلاقي كل حاجة جت. بس انت خلي عندك امل وتفاؤل وشوية استمرارية وهتلاقي الدنيا كلها هتيجي. يعني في ناس كتير كان الناس فاكرين انها فاشلة وكان هم فاكرين نفسهم انهم فاشلين وحققوا حاجات كتير مع الاستمرارية بس والعزيمة بتاعتهم. فالحكاية هنا مش عشان انت فشلت في مرحلة في حياتك تبقى انت شخص فاشل او خلاص حياتك انتهت. لو خليت عندك عزيمة واصرار واستمريت على هدفك
صدقني هتحققه، حتى لو كل الناس قالت لك عكس ده، ولو حتى كل الظروف ضدك وبتثبت لك العكس. خليك انت بس مؤمن بنفسك، وصدقني هتوصل.